اهلا وسهلا بكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله هتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا 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 جدا، وهيفيد اي منشئ محتوى على اليوتيوب مش عارف يجيب افكار للفيديوز بتاعته. بص، النهارده باذن الله هتخرج من الفيديو ده حرفيا انت عارف ازاي تجيب افكار لفيديوهاتك، وافكار تكون ابداعيه وجميله وهتعجبك جدا. فكمل الفيديو من اول ثانيه لحد اخر ثانيه عشان انت المستفيد. يلا بينا يا جماعه الفيديو. بص يا شباب، اول حاجه عشان تعرف ازاي تجيب افكار للفيديوهات بتاعتك لازم تعرف مين اللي بيقدموا نفس المحتوى بتاعك في اليوتيوب او في الفيسبوك او في اي منصه. انا مثلا كمحتوى تعليمي او بعلم الناس حاجات في الكمبيوتر، مش عارف، في اليوتيوب، في محتوى تعليمي في الاغلب يعني، بس محتوى تعليمي مختص مثلا باليوتيوب مش عارف ايه. فببدا اشوف القنوات اللي هي مشابهه لقناتي وببدا اخش على القنوات دي. يوتيوب سامح لك جدا ان انت تاخد افكار من الناس وتقدمها في الفيديوهات بتاعتك. يوتيوب سامح لك بتاع دي مش سرقه، وانت كده مش بتسرق محتوى حد، لا انت بتقدم محتوى بس بطريقتك، فاهم؟ ومش تقليد، عشان برضه ما تجيش تقول ايه، لا ما انا ممكن مثلا يقول لك انت بتقلد. لا، انت مش بتقلد، انت بتاخد فكره من ده بس بتقدمها بطريقتك. فهمت الكونسبت؟ في حته ان انت عشان تلاقي محتوى او مش لاقي في افكار للفيديوهات بتاعتك، ابدا دعبس في فيديوهات المنافسين او ابدا دعبس في فيديوهات الناس اللي بيقدموا المحتوى بتاعك. تمام، ابدا شوف الفيديوهات اللي عليها فيوز عندهم واللي عليها مشاهده كتيره وابدا قدم زيها او قدم حاجات في نفس المحتوى ده. تمام، وهتلاقي نفسك بتطلع بافكار كتير جدا جدا جدا. على فكره انت لو جيت تبص، اليوتيوب مليان فيديوهات كتير جدا جدا ومليان منافسين بالهبل. يعني انت مثلا انا في كمحتوى، انت لو محتواك رياضي، شوف ايه القنوات اللي بتقدم محتوى رياضي، شوف الفيديوهات اللي بيقدموها وابدا خد منهم افكار. فاهم؟ مثلا عامل فيديو بيتكلم فيها مثلا مش عارف عن فوائد عن البروتين للجسم مش عارف ايه، فببدا اخد الفكره دي واعمل عنها فيديو. فاهم؟ انا كمحمد علاء مثلا دخلت عند فيديو مثلا من حد من الناس اللي في نفس مجالي، لقيته مثلا عامل فيديو ازاي مثلا ترفع مشاهداتك في القناه، فباخد مثلا الفكره دي واقوم عامل، انا بجيب افكاري بالطريقه دي، وكل اليوتيوبرز اللي قدامك بيجيبوا افكارهم بالطريقه دي. فهمتني؟ لان احنا يعني مش ساعات بيبقى مثلا مش فاضيين نجيب افكار او كده، فبنلجأ للطريقه دي. فاهم؟ ممكن كمان طريقة تانية ان انت مثلا تعمل، انت برضو عندك في الفيسبوك بتبقى المنشورات مقسمة للحاجات اللي انت بتبحث عنها. فاهم؟ يعني انت مثلا دخلت على الفيسبوك وكتبت مثلا الرياضة، هتلاقي مليون 100,000 فكرة مكتوب. فانت خد الفكرة واعمل عنها فيديو، خد افكار من المنافسين واعمل عنها فيديو. فاهم؟ فدي حاجة حرفيا هتنقل قناتك لحتة تانية وهتريحك من التفكير وان انت تقعد تفكر طب اجيب فيديوهات ازاي، طب مش عارف ايه. بس يا شباب انا كده حليت لكم مشكلة. اتمنى بقى لو الحلقه عجبتكم تنزلوا تشتركوا وتحطوا لايك. السلام عليكم.